السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو اللي راح تشوفوا فيها الجزء الثالث من تحضيراتي العرس خويا. لاول مره تدخل قناتي نقولها مرحبا بك، انا وسام صاحبه قناه سناناس كيوت. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد، وتبارطاجي القناه مع صحاباتك باش تستفادوا كامل. فوالا حسب هاد الفلفولات راهي قضيه حماس. الحماس خدمته لنا مرت خويا، جاب لين يهبل يعطيها الصحه. راح نعطيكم دي زاستيوس على السريع باه يجي بنين ونفوتوا لحوايج اخرى. الحماس واش فيه فلفل حار وحلو حسب الحراره اللي تحبوا، وباه يجي الحماس مليح من الاحسن يكون الفلفل الحلو يعني الجدار تاعو رقيق ماشي خشين كما نقولوا حنا، ما يجيش الفلفل الحلو ملحم. ثاني حاجه من الافضل تنقيو الفلافل الحلو والحار من الزريعه قبل ما يتشوى باه تسهلوا عليكم الخدمه. وثالث حاجه في الحماس نديرو فيه الباذنجان باه يطلق واحد البنه مليحه خلاص. يعني الحماس واش فيه ككل، فيه فلفل حار، فلفل حلو، طماطم، باذنجان، ثوم، ويتشوى كامل ويتقصوا ويتخلطوا مع لا فينيغرات. لا فينيغرات تاعنا واش فيها 3 كيلات مخلطه بين زيت زيتون وزيت، عندنا كيلة تاع خل، قرصه ملح وفلفل اسود. ورابع حاجه في الحماس ديما في الاخير قصوا نص قرن تاع حار، نص قرن تاع حار يكون ني وخلطوه معاها وش هي طيبه. هذا واش كاين في الحماس تاعنا. وهنا كيما راكم تشوفوا راني ديكوري في بلاطو ميغوار لنهار العرس اللي يتحط مع لا بيس مونتي. صورته لكم على جلبه تهزوها كفكره مشروع وتسترزقوا منها، وما سقامنيش بزاف. فيه المرايات تخدم يعني على الاكثر ب35,000، عند اللي يبيع على وزن مرايا زجاج ومرايا. وكاين ثاني الكيسان شريت زوز ب40,000، لي فورشات سقاموا لي ب30,000، الغاكات والموس هذاك مع بعضهم ب20,000 ولا 25,000 على ما اظن، من عند اللي يبيع لوازم الحلويات. الديكور سقام لي ب105,000. واش فيه الديكور؟ فيه هاد لي زيستراس اللي لصقته مع الحافه، وعندي هذا الكالون اللي جا في شكل مثلثات، جا في لارجونتي ولصقتهم. وهذه هي ليسونسيال كلش راهو سقامني ابري 230,000 250,000، ولا حسب واش راني شفتهم يبيعوا فيهم ب500,000 600,000، يعني وصلوا حتى ل800,000. يعني تخدموهم نتوما خير للخطبه ولا الفاتحه ولا للعرس. وهذيك الثانيه لاسيات راني نسيت ما قلتلكمش عليها، راهي تتباع واحد 10,000 هكاك عند اللي يبيع لوازم الحلويات، عفوا اللي يبيعوا الاواني المنزليه، يبيعوا فيهم بالك 5 ب65,000 ولا 6 ب65,000. وهذه هي. وهنا راح نشارككم بالقشقشه اللي درتها للنساء اللي تتحط مع القهوه، وقادر ديرهم العروسه كتوزيعات نهار حنتها، ولا قادر ديروه نتوما ثاني لولادكم في حفل الختان. انا كنت راح ندير مع القهوه كونفيتور تاع المكسرات والفواكه الجافه، من بعد بدلت رايي قلت نحط حاجه تكون ديكوريه بالتام تاع لا طابل تاع القهوه. واش درت انا في القشقشه تاعي؟ كومونديت هاد لي بواط الصغار اللي جاو ترانسبارونت من واحد الصفحه في الفيسبوك، اذا لقيتها راح نحطها لكم في صندوق الوصف. الحبه بالفين. واش حطيت فيها؟ حطيت فيها حبه لوزه تكون بالقشره، خيرتها تكون صغيره باه تهزها لابواط. فيها حبه تاع دراجي، حبه حلوه، حبه جوزه يعني بلشي قشور، وبيستاش وكاجو وبقاله بلجيكيه. وغلقتها بنفس الشكل وديكوريتها بنفس الشكل اللي درت به لي سيرفيات تاع القهوه، وجات حاجه بريزونطابل كيما راكم تشوفوا في لا طابل. يعني تقدروا ديروا تحطوا فيها واش راكم حابين، ماشي محتم تحطوا واش حطيت انا، كل واحد ومقدوره. هذا الخيط اللي ربطت به اللي جا في الدوري، ولي فلور اللي كنت ديكوريت بهم ثاني راني حطيتهم لكم قبل لي بري تاعهم في لي سيرفيات يعني في الجزء الاول. بصح نعاود لكم هذا الخيط سقامني ب45,000 رولو، يعني يدير لك بزاف. وثاني لي فلور البوكي واحد سقامني ب85,000. كل وحده وش يعني كل منطقه وش يبيعهم، يعني قدر توصلوا حتى ل120 في لي فلور. وهذه هي
لهنايا ثاني في هذا لي بواط راح نقول لكم باللي شويه راهم يعني في ساعه يتكسروا، يعني لازم تعرفوا كيفاش تهزوهم كيفاش تحلوهم. ومن الاحسن انكم كي تكومونديوهم هما اللي يطبقوهم لكم. يعني انا كي يوصلوني هكا مطبقين، سينو راهم يتكسروا على خاطر فراجيل بزاف خلاص. وهذا لي بواط درتهم للحنه تاع العريس. حطيت فيهم نفس واش حطيت للرجال، عفوا للنساء، بصح الجوزه كي عاد لي بواط هكا جاو شويه كبار. درت الجوزه الكبيره اللي جات بالقشره تاعها لوزه كيف كيف، وزدت فيها تمره. زدت فيها تمره ونحيت البقاله، يعني ما درتش البقالات البلجيكيه، يعني المكثر انهم يتحطوا للنساء ماشي للرجال. وهذه هي. لهنايا ثاني راني صورت لكم جوست كي طاب المقروض وروح لنا، يعني روح من الكوشه. درنا ثاني المقروض درناه نورمالمون بزوز ايام قبل الحنه هكاك، يعني قبل شت الحلال. جا المقروض هايل يذوب في الفم. بون الوصفات تاع المقروض تاع البقلاوه راهم جايين فيديوهاتهم باذن الله. وحنا درت صابلي سامبل النهار تاع شت الحلال باه نحطوه مع القهوه، باه ما نحطوش لي غاتو تاع العرس. بون واش درت بات صابلي نورمال، فيها 250 غرام زبده، كاس غربه سكر ناعم، 2 حبات بيض، لافاني، 2 ملاعق كبار زيت، قرصه ملح. ونخلطوا المقادير هذه بالباتر، ونضيفوا كاس غربه عنشه، نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه يعني على حسب الجو اللي كنتو فيه، ونجموا بالفارينه يعني باصابع اليد فقط، ما نعجنوش لاباط تاعنا، نخليوها ترتاح. ومن بعد نبداو نطبعوا ونطيبوها. بعد ما طيب وتبرد نلصقوا حبه فوق حبه بالكونفيتور، و نبداو نذرذروا عليها بسكر غلاس. ومن بعد تحطوا ثاني في النص الكونفيتور، يعني الكول اللي راكم حابيتو. انا درت غوفراز يعني كونفيتور ونخلطوا مع لاروم تاع لي فريز. وهذه هي. بون من بعد ما كملت هذا الكاتو تاع نهار شات الحلال، بدينا في البقلاوه تاع العروسه، يعني تاع الحنه. البقلاوه دارتها ماما، قلت لك البقلاوه تاع العروسه تاعي انا اللي نديرها. هذه هي. طيب هي اللي دارتها، بعد ما طابت كملت لها انا الديكور وخلاص. بون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم نلتقيو في جزء رابع ان شاء الله مع وصفات جديده. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس فيوصلكم كل ما هو جديد. تعليقاتكم تهمني، لايكاتكم ما تبخلونيش بها. سلام.